السلام عليكم مرة أخرى عدنا من جديد حول سلسلة تجربتي مع البكالوريا لنكملها إن شاء الله مع مادة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. هذو زوج مواد اللي يكرههم الكثير من التلاميذ، وهذا يرجع لأنه ما يجيبوش فيهم نقاط جيدة، ما نقولوش ممتازة. شوف، أنا راح نتكلم على واحد نقدر نقوله ما قراش اللغة الفرنسية والإنجليزية، والله نقوله ما يفهمهمش 100%. بالنسبة للغة الفرنسية عن نفسي كنت نقراها عند الأستاذة سالي، طليت عليها الآن لقيتها الفيديوهات تاع الأعوام السابقة 2023 2022 وأعوام الكورونا ربما حذفتهم، لكن لا يهم، راهي دايرة سلسلة جديدة تاع باك 2024. تقدر تطلع على الفيديوهات. مادة اللغة الفرنسية والإنجليزية تحتاج إلى كثير من الفهم، إن لم نقل تقراها بذكاء فقط تجيب نقطة جيدة. كي تتبع الأستاذة سالي راح تشوف أهم الأفكار، تشوف أهم الأسئلة الكلاسيكية اللي تقدر تتعاود كيفاه تجاوب عليها. تشوف كيفاش دير كونت غوندي، يعني تلخيص النص. يعني والله كي راح تتبعوها عن نفسي أنا كي تبعتها قدرت نجيب علامة جيدة. للأسف لم نلحق إلى علامة ممتازة، لكن أهم الأخطاء اللي درتها هي أنه ما طبقتش الكثير من التمارين وما حليتش المواضيع، لهذا حلوا كثير من المواضيع وتبعوا الأستاذة سالي. كنت كذلك نتبع الأستاذ شب ومنير. شوفوا كي تروح المواضيع راح تلاحظوا أنه كاين أسئلة تتعاود. هذيك الأسئلة خاصة في اللغة الفرنسية، مثلا لافيزي والله هذاك السؤال تاع مباشر هذاك اللي جاوب عليه ويقولك أعطينا رأيك في في هذا السؤال، يعني حول الموضوع، موضوع النص. لهذا لما تروح تفرج فيديوهاتهم ما تروحش بهذيك السلبية تقول أنا ما فهمش المادة دي خلاص مانيش قادر نجي فيها، يعني خلاص نستسلم. أبدا، ما تستسلم والو. روح شوف ليش توصل بك الدرجة أنه تحفظ الأسئلة. احفظ الأسئلة معليش، احفظ. المهم تجيب النقطة تاعك في البكالوريا في هذيك المادة. نرجع الآن بالنسبة للغة الإنجليزية. تقدر تقول كيف وشنو اللغة الإنجليزية عندها واحد الدروس، يعني قواعد خاصة زايدين على الفرنسية. شوف كون جيت تشوف السجل تاع اللغة الإنجليزية تلقاه مقسم 3 أقسام أو 4 أقسام. بالنسبة لأسئلة الفهم، بالنسبة لأسئلة الجداول هذيك، مثلا كيما البريفيكس والسيفيكس، يعني باللغة الإنجليزية. والجداول هذيك تاع اي دي والتي والدي. ولما تروح للجزء الثالث تلقاه القواعد، والجزء الرابع تاع الوظيفة الإدماجية. يعني شوف عندك 4 أجزاء. اللي ما قدرش تفهم نافيغي نتايا في الجدول، يعني أمر بسيط. إذا ما قدرش نتايا مثلا ما تعرفش الوظيفة الإدماجية، نافيغي في القواعد. على الأقل اضمن 10 تاعك، والله تقدر تجيبها ويقدر يجيبها أي واحد. كنت أتبع الأستاذ منصوري، كذلك في اللغة الفرنسية تبع الأستاذ منصوري. كذلك الأستاذ ناصري. أنا لم أجد فيديوهات كثيرة عن الدروس بالنسبة للأستاذ ناصري في وقتي أنا. كذلك الأستاذ واحد الأستاذة دوك نحط لكم الحساب تاعها في الفيديو كنت تتبعها كذلك. يعني كي تتبعوا الفيديوهات تاعهم وتشوفوا الطريقة كيفاش تحلوا سي جي، ركزوا على الطريقة كيفاش تحلوا سي جي وشوفوا المواضيع. راجع شوفوا المواضيع كيف راهي تتحل وكيف راهي تتحط الأسئلة. بهذه الطريقة راح تضمنوا علامة جيدة إن شاء الله. وحاولوا في المواضيع اللي ينشروها مثلا الأستاذ سالي ولا الأستاذ منصوري ولا الأستاذ ناصري، ولا تستهينوا بها. وخاصة مواضيع البكالوريا السابقة، طلعوا على مواضيع البكالوريا رجاء في كل مادة جيبوها من لي باك من 2009 حتى 2023 على الأقل، وإذا حبيت تزيد أفضل وأفضل. انا يعني ماذا بها ان شاء الله تفيقوا الطريقه هذيك تاع كيفاش يكتبوا سؤال وكيفاش يجاوبوا عليه. كاين اسئله كلاسيكيه كيما نقول لكم، انا عاودتها لكم اسئله كلاسيكيه تتعاود. نتوما شوفوا كيفاش تجيبوا النقطه تاعكم وكيفاش تصيدوها، وابدا ما تيأسوش. وبالتوفيق ان شاء الله. واذا كان هناك اي اسئله اتركوها في التعليقات وراح نجاوب عليها باذن الله. وبالتوفيق للجميع.